جاهزين؟ اكشن يا استاذ، اكشن على طول. The World is Blind هي أغنية من كلمات دكتور طارق نديم وألحانه. وهو صراحة بالأحداث اللي بتحصل دي أنا كنت كتبت أغنية باللغة بالعربي بالمصري يعني. وبعد كده كلمني دكتور طارق قال لي أبو أنا عايز أسمعك حاجة. رحت سمعت الأغنية، حسيت إن هي بالظبط في الحتة الصح، لأن هي بتتكلم على معاناة الأطفال اللي هم ما لهمش أي ذنب في أي حاجة غير معاناة الشعب، بس بالذات الأطفال يعني، وقد إيه العالم عامل نفسه من بنها. فعلى طول أول ما سمعت الأغنية قلت له خلاص أنا عايز أعمل دي، ورحت الموزع منير ماهر واشتغلنا عليها. بعدها مهندس سميح ساويرس وعمرو منسي سمعوا الأغنية فقالوا لي احنا عايزين في الدورة الاستثنائية السادسة لمهرجان الجونة ان انا اجي اشارك بيها. والمهرجان الصراحة حاجة تفرح، ان المهرجان كله شفنا الاوبننج كله امبارح معمول على السينما الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، فكان الحمد لله حاجة موفقة جدا. هو صراحة أنا لما اشتغلنا عليها ما كناش هنعملها ضمن المهرجان، بس زي ما قلت لك مهندس سميح وعمرو منسي سمعوا الأغنية وقالوا إن هي ماشية بالظبط متوافقة مع تون المهرجان السنة دي الدورة الاستثنائية، فعشان كده حصلت الكولابوريشن ده. او عشان الاغنيه ان انجلش فحبينا ان احنا نحط فيها برضو انها هي جايه طالعه من مصريين، سواء اللي كاتبها وملحنها اللي موزعها اللي بيغنيها، فاهتمينا قوي ان حتى في السولو بتاعها يبقى الكمانجه بتلعب مقامات مصريه. دي نمره واحد. نمره اتنين كان في كولابوريشن في الارت ورك اللي ورايا في البرفورمانس من ارتست اسمها ساره شي. ساره انجليزيه وسمعت الاغنيه فقالت ان هي عايزه تكولابوريت معانا في حاجه زي كده، فكانت كلها صراحه موفقه وسلسه من اول ما بدات لحد ما عملناها امبارح. هقولك صراحة، لأن الأغاني اللي اتعملت بالعربي عن الموضوع اللي ناولناه امبارح كتير قوي، وإن الوطن العربي كله عارف عنده أغاني كتير قوي عن الموضوع دوت وعارف القضية. المرة دي على عكس كل مرة في انجيجمنت من المجتمع الغربي الشعوب بالموضوع دوت، إن هو كونتريبيوشن يبقى حلو قوي إن احنا برضه نوصل صوتنا بلغة توصل لعدد سكان الأرض أكتر يعني. احنا دايما بيبقى اي قضيه بتطلع في الاخبار بناخد الهايلايتس، ايه حصل ايه ما حصلش، بس الخبايا والتفاصيل بتاعت معاناه افراد سواء في افلام او في اغاني بتبقى من انسان لانسان، مش بتبقى من منبر اخبار او من تصريح سياسي او من اي حاجه. فبحس هي دي اللي بتوصل للناس لقلبهم على طول يعني. فالفن اكيد حاجه مهمه جدا. والله انا كان في البوم بدات اريليس فيه بس وقف كله علشان خاطر الاحداث اللي بتحصل وهكدب عليك لو قلت لك ان انا في اي حاجه يعني هعرف اتناولها خالص بالضلمه اللي احنا عايشين فيها دي. فانا متهيألي لحد The World is Blind اقدر اقول لك ان ده اللي حصل، بس غير كده مش هقدر. هقول لنفسي ما تخافش، انك خفت ما خفتش اللي هيحصل هيحصل. واقول لنفسي انا عندي حريه الاختيار ان انا ابقى عايش الحياه دي كاكسبيرينس من غير ما اخاف او اتكسف، لان كده كده الوقت بيعدي، فما اعيش في اي حاجه وما اخافش من المستقبل وما ندمش على اللي فات.